المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء السهلها بالعناوين. تطوير برامج مركز التدريب المهني بساوة، دعم جمعية معاقي الحرب، تدريب المرأة في الإقليم الأوسط، ترامب يعطي البنتاغون سلطة الرد على هجوم العراق، أسواق المال في أوروبا والولايات المتحدة تشهد تراجعا حادا بسبب فيروس كورونا، ومجلس النواب الأمريكي يوافق على تقييد سلطات الحرب ضد إيران. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم مركز التدريب المهني بساوة بجهود لتطوير وتوسيع الخدمات التي يقدمها، وأدخل المركز في 13 من مارس مكتبة رقمية تضم كتب تتماشى مع التدريب الذي يقدمه لتدعيم المعدات الحديثة التي أدخلها للدفع بالتدريب النظري والتطبيقي. وأوضح مدير مركز ساوة للتدريب المهني الأستاذ تسفاي تولدي في المناسبة إن المكتبة التي أدخلت بالتعاون مع قسم البحوث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومكتبة رور الرقمية ستسهم كثيرا في تطوير قدرات الطلاب المعرفية، وسيجري العمل لتوسيعها. وأشار الأستاذ أبيل نجاسي والأستاذ أمانيل أبرهة المنسقان لعمل المكتبة إلى تحميل أكثر من 20,000 كتاب حتى الآن لتمكين الطلاب من الحصول على المعلومات خارج الفصل. من جانبهم أوضح الطلاب أنهم كانوا يعانون في الحصول على الكتب التي يحتاجونها، ومكنتهم المكتبة الرقمية على الحصول على احتياجاتهم بالصوت والصورة المتحركة، منادين لتوصيل الخدمة إلى مساكنهم. ويقدم مركز ساوة للتدريب المهني تدريب في 15 مجالا. تلقت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب تبرعا ماليا من المواطنين المقيمين في مختلف بلدان المهجر بمبلغ 178,238 دولار أمريكي. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو في مراسم استلام التبرع في 12 من مارس بمكتب الجمعية إن الدعم الذي قدمه الإريتريون المنضوين في ملتقى بالتوك EPLF في هيجدا فيجن روم سيوظف للأعضاء عامة المعاقين المسنين على وجه الخصوص. وذكر ممثل مقدمي الدعم الدكتور فكاك هابتيس من الولايات المتحدة الأمريكية والسيدة إيلسا روسوم من بريطانيا أن دعم المعاقين وأبناء الشهداء مسؤولية جميع المواطنين، وسيعززون دعمهم مستقبلا بطريقة أكثر تنظيما وفعالية. وقد تم تجميع التبرع تحت شعار إريتريا تحتاج لمساهمة مواطنيها من الإريتريين المنضويين في بالتوك EPLF هجدف فيجن المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومختلف الدول الأوروبية وأفريقيا وأستراليا الذين تجمعهم فقط المواطنة والثقة. وكان ملتقى بالتوك قد دعم من قبل برامج جمعية معاقي الحرب وتنمية صندوق أمانة الشهداء والأسر الراعية للمعاقين. وظلت جمعية معاقي الحرب تتلقى الدعم المالي والعيني من فروعها في الداخل والخارج والأفراد المهتمين. تلقت 40 امرأة راعية للأسر دورة تدريبية في الغزل لمدة 6 أشهر في مركز التدريب المهني للاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط. ونظمت التدريب للقادمات من 16 مديرية بالإقليم بتقديم مصروف لكل امرأة من 400 إلى 600 نقفة حسب مكان مجيئها. وقالت مديرة مركز التدريب السيدة حداث موسى في مناسبة التخرج في 13 من مارس اختيار المشاركات في التدريب لمصاعبهن الاجتماعية والاقتصادية. وذكرت المشاركات أهمية الدورة التدريبية في تحسين حياتهن المعيشية، مؤكدات بذل الجهود في العمل لتطوير قدراتهن وتحسين معيشتهن، مطالبات بدعم وتشجيع من قبل الاتحاد. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس فميكائيل إن التحدي الأكبر ليس التدريب بل خوض العمل، وعلى المتدربات إدراك ذلك والسعي لتطوير القدرات بالعمل التطبيقي والمنافسة في السوق.
نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بالرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاج شمال العاصمة العراقي بغداد وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني. ولم يصل وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إلى حد إلقاء اللوم على جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران أو اتهام أي جماعة مسلحة بعينها. وفي حين لم يوجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الاتهام إلى أي جماعة مسلحة عراقية بالمسؤولية عن الهجوم، إلا أنهما عبرا عن اعتقادهما أن مسلحين تدعمهم إيران نفذوا الهجوم، وقال إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة. وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن ضربات داخل إيران، ألمح إسبر إلى أن توجيه الضربات للجماعة المسلحة نفسها له الأولوية. دفع فيروس كورونا أسواق المال في أوروبا والولايات المتحدة للتراجع الخميس، إذ شهدت أسواق باريس وفرانكفورت ومدريد ولندن وميلانو تراجعا بنسبة تخطت 10%، في حين تم تعليق المداولات في بورصة وول ستريت بنيويورك لمدة 15 دقيقة بعد تراجعها بنسبة تفوق 7% للمرة الثانية هذا الأسبوع. وأعلن البنك المركزي الأوروبي سلسلة تدابير لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. وفي نيويورك تراجع مؤشر ستاندرد اند بورس 500 بنسبة 7% وسط هلع تام بسبب تداعيات فيروس كورونا في العالم. ولمواجهة أزمة فيروس كورونا كشف البنك المركزي الأوروبي مجموعة حوافز جديدة لضمان استمرار تدفق الائتمان ومساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة التأثيرات الاقتصادية لهذا الوباء. وبعكس البنوك المركزية الأخرى التي خفضت أسعار الفائدة خلال الأيام الماضية، قال مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي إنه سيترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وسيركز بدلا عن ذلك على تعزيز البرامج التي تقدم قروضا رخيصة جدا للبنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأبقى البنك على سعر الإيداع عند 0.5% متحديا بذلك التوقعات الواسعة بخفضه سعر الفائدة. وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران وسط قلق مستمر من حرب أوسع بعد مقتل قائد عسكري إيراني في ضربة جوية أمريكية في يناير. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون صلاحيات الحرب بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 في أحدث محاولة من الكونغرس لينتزع من الرئيس سلطة إعلان الحرب التي يكفلها الدستور. ووافق جميع الأعضاء الديمقراطيون في المجلس على مشروع القانون الذي أيده 6 فقط من الجمهوريين. وسيلزم مشروع القانون الذي وضعه السيناتور الديمقراطي تيم كاين الرئيس بسحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال قتالية ضد إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوى العسكرية. وكان مجلس الشيوخ وافق الشهر الماضي على مشروع قانون صلاحيات الحرب، ومن ثم تعني الموافقة عليه إرساله إلى البيت الأبيض. وقال ترامب إنه سيعترض عليه. تشهد مصر موجة من الطقس والتقلبات الجوية السيئة تتضمن أمطارا غزيرة على كامل البلاد وعاصفة رملية في بعض المناطق أبرزها الأقصر. وأدت العاصفة الرملية الكثيفة المسمى بعاصفة التنين والتي ضربت وما تزال منطقة الشرق الأوسط إلى مقتل طفلين في مصر وقطاع غزة، إضافة لإصابة العديد بجروح واختناقات بسبب الرياح الشديدة المقبرة والتي أدت لتطاير أجسام حديدية ولوحات إعلانية وأشجار. وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث في محافظة الأقصر إغلاق مطار الأقصر الدولي وتعليق الرحلات وتغيير مسار كل الرحلات القادمة لتهبط في مطار الغردقة عوضا عن الأقصر. ولم تتعرض البلاد حسب الخبراء لموجة مماثلة منذ 26 عاما، حين ضربت مصر موجة طقس سيء كانت الأسوأ خلال 50 عاما فيما عرف حينها باسم سيول 1994، وتسببت بحوادث
راح ضحيتها أكثر من 600 شخص، وانهيار قرى ومنازل في مناطق عدة في البلاد، وتحطيم طرق في الصعيد، وإيقاف حركة مترو الأنفاق في القاهرة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم.